شكرا الأخ خالد القديري، وشكرا لمسؤولي ومنشطي مؤسسة بوكر القديري. الأخ خالد كلفني بمهمة مزدوجة في الواقع، أن أدبر هذه الجلسة، وفي نفس الوقت أيضا أن أساهم بما يمكن أن يبدو عرضا إشكاليا حول موضوع هذا المحور الأول المرتبط بالثقافة والنخبة الثقافية. أمام موضوع مثل هذا الذي نلتقي حوله اليوم من أجل التفكير فيه ومناقشته، لا منص في ظني من انطلاق من جملة أسئلة لكي أنتهي بمجموعة معينات. أليست عملية إعادة طرح سؤال المثقف وأدائه أو سؤال النخبة ووظائفها فيما يجري من تحولات سياسية اليوم في المغرب تندرج ضمن إحساس عميق بالغموض في تعريف المثقف والتباس في تعيين أدوار النخب وموقعها في المجتمع والدولة؟ ثم كيف يمكن التفكير في مثقف يجد نفسه في مواجهة حالة مستدامة من الاشتراطات التي تملى عليه تأجيل أو تملي عليه تأجيل القيام بمهمته أو دعوته إلى الانخراط الفوري في حركة متأججة؟ هل العودة إلى سؤال المثقف والنخب اليوم تفيد بأن الأمر يتعلق بحاجة نقدية، أم هي نتاج شعور بلا جدوى الكتابة والتأليف والفكر؟ ثم هل الخلفية المحركة لهذه العودة، أي العودة إلى سؤال المثقف والنخبة، يبررها التزام ما بقيمة الفكر بوصفه مدخلا لإشهار الحقيقة، أم باعتباره مجالا معياريا لقياس الفعالية والمسؤولية والفائدة؟ هذه يبدو لي جملة أسئلة لا منص من أن نطرحها ونحن نقترب من هذا الموضوع اليوم في هذا السياق المغربي الحالي. لا جدال في أن هذه الأسئلة ليست وليدة اليوم، لقد طرحت في الستينيات من القرن الماضي، التي مثلت في ظني مختبرا حقيقيا وفعليا للإبداع وللنزوع إلى إثبات ذاتية مغربية جديدة تتبرم من التقليد والمحافظة التي ميزت الثقافة المغربية طيلة قرون، حيث ارتمت مجموعة من المبدعين والمفكرين الشباب في معمعة التفكير والكتابة لإعلان الانتماء إلى زمن العالم، سواء كان ذلك تحت تأثير الثقافتين الفرنسية أو الإسبانية أو الثقافة العربية النهضوية الآتية من المشرق. غير أن هذا المد التحديثي في الستينات في الثقافة وفي السياسة تعرض لعملية إجهاض سياسية حقيقية منذ ستينيات القرن الماضي. لذلك يفترض الحديث عن النخبة الثقافية في نظري وغير الثقافية اليوم استحضار التاريخ الطويل من الحرب التي تعرض لها الذكاء المغربي. ومن المؤكد أن هذا الاختيار السياسي ما يزال المغرب يؤدي بسببه أثمانا باهظة في سياسته وثقافته وفي طرق حضور الذاتية المغربية أمام ذاتها وأمام العالم. ولم تكن هذه السنوات تقتصر على الحد من الحريات، بل إنها استهدفت الذكاء من خلال منع التفكير والتبرم من الإبداع. لذلك اختارت الدولة التقليد وضخ البرامج التعليمية والإعلامية وكل أماكن العيش بجراثيم الإسلام السياسي الصريح والمقنع منذ ذلك الوقت لمحاصرة كل النزوعات العصرية الهادفة إلى إثبات الذات وخلق الثقة في الإنسان والتحرر من الإدلال. ومع ذلك تتوزع باستمرار الآراء حول المثقف وحول النخبة وأدوار المفكرين والمبدعين وقدرتهم على الفعل والمشاركة في قضايا المجتمع وصنع الأحداث. نجد من يرى أن النخبة بمختلف تموقعاتها وانتماءاتها أظهرت عجزها وتقاعسها عن التفاعل الإيجابي مع حركية الأحداث،
وفقدانها لبوصلة التفكير الملائم لقراءة المرحلة. وهناك من يعتقد بأن سرعة التحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت وما تزال تحصل جرفت المثقفين وزجت بالبعض منهم في إطلاق إسقاطات وتمنيات حول التغيير، لكن سرعان ما تبخرت هذه الاستهامات بسبب صعود قوى نكوصية جديدة سمحت لها اللعبة الليبرالية ما بين المزدوجتين وشروط الاقتراع العام باحتلال المواقع العددية الأولى. كما أننا وجدنا من أكد على أن المثقف المغربي وخارج كل مراهنة على أدواره أصبح صورة افتراضية يحركها حنين إلى نماذج وأوجه مثقف انتهى عهدهم وتأثيرهم، والحال أن الأحداث والقوى الفاعلة فيها لم تعد تعترف بالروايات الكبرى أو بالمشاريع الفكرية، لأن الاستبداد السياسي والاستخفاف البنيوي من الثقافة العصرية أنتج فئات وبنيات اجتماعية تجر إلى الوراء تعاند التحديث الفكري والسياسي وتفرغ الأفكار والمفاهيم من دلالتها. وعلى العكس من ذلك تماما نعثر على آراء وكتابات ترى بأن المثقف المغربي لم يكن بالسلبية التي أطلقها البعض بخفة على أدائه، كما ولم يكن محايدا، وإنما هو ملتزم بطرقه الخاصة بمقالاته وكتاباته وإبداعه وبمواقفه. ليس أداؤه رياضيا أو قياديا بدون شك، لكنه يصعب تحمل ادعاء أنه مجرد كائن حالم أو صامت بشكل كلي. غير أنه يبدو لي أن الحديث عن التزام المثقف بقضايا السياسة والمجتمع هو في ضمني حديث تبسيطي بل وإيديولوجي، لأن المثقف يستحق جدارة تسميته مما يكتب ومما يبدع ويفعل، وليس مما يدعي تمثيله. وإذا كان البعض يلهث وراء التموقعات والشهرة، فإن إنتاج المثقف سواء كان شاعرا أو موسيقيا أو روائيا أو رساما أو سينمائيا أو منظرا هو الأداء الأنجع التي بها يصوغ أسئلة الحدث والوجود، ومن خلالها ينبش في مسارات الحياة وآفاقها. وعلى الرغم من أننا نشهد منسوبا جارفا من الانفعال وتضخما للمشاعر وسطوة السياسة والإيديولوجيا على حساب الثقافة والحس النقدي، فإننا ما زلنا نفاجأ بالقدرة اللامحدودة لمبدعين ولكتاب على الاستماتة في معاندة هذا الضجيج والاستمرار في الكتابة وفي الحضور. ومهما كان فهمنا لفعل المثقف والثقافة، سواء كان نشاطا عقليا ذهنيا يحوز ما يلزم من الاستقلالية النسبية إزاء حقول ومجالات أخرى بما فيها العمل السياسي المباشر، أو كان أداة من أدوات التأثير في التاريخ وصنع الأحداث، فإن حديثنا اليوم عن هذا الموضوع يفترض الإشارة إلى ما يلي، وهذه المعاينات التي أشرت إليها في البداية. أولا، أن الواقع السياسي والاجتماعي في العقدين الأخيرين كما في الوقائع الحالية كشف العديد من أوهام النخبة عن ذاتها، وأخضع أساطيرها لامتحان عسير جعلها عن وعي صادق أو على الرغم منها تتساءل عن صدقية تأليفها وقيمة كتابتها وفعالية أدائها في سياق مغربي سياسي لافت لا يملك تقاليد الاعتراف أو آداب الإنصات، وأحرى أن يمنح لمنتج الرأسمال الرمزي الأهمية الاجتماعية المميزة التي يحوزها في أوطان أخرى. ومن ثم فالحديث عن المثقف اليوم يندرج ضمن مناخ عام لم يعد يحتمل تبرير نعت المثقف بوصفه مرشدا أو حاملا لرسالة أو مبشرا بحقيقة استثنائية أو داعيا لمشروع شمولي. ثانيا، أن المثقف المغربي أو المهتم بالمسألة الثقافية يشعر أو يعي بالشقاء النسبي ومتفاوت، بأن مجال إنتاج وتداول الأفكار والرموز والقيم يسود فيه قلق كبير وحيرة تستوطن ذاتية من يجد نفسه داخل أو قريب من هذا المجال، ويرجع ذلك إلى الإحساس بأن لا شيء على ما يرام،
وبأن المعطيات لا تتساوق مع انتظارات المنتمين إليه، وبأن المرجعيات اهتزت، والحقائق التي كانت تبدو بديهية في الماضي القريب تحولت إلى أشكال من السراب لا تستجيب لأي مقياس من مقاييس التفكير والمسؤولية والمساءلة. وهكذا نجد أنفسنا عند عتبة أقرب إلى عالم ثقافي سوريالي، حيث الالتباس والانفعال سيد الموقف في اللغة والخطاب والمنهج والجدال والتبادل. ثالثا، يبدو أن المثقف المغربي فضلا عن اهتزاز المرجعيات والقيم بدأ يفقد الثقة في أفكاره وفي نفسه أمام سطوة السياسة وضجيج وسائل الإعلام. فالأطر التقليدية التي عادة ما كانت تسمح لهذا المثقف بالتعبير عن إنتاجه وأفكاره مثل الجامعة تتعرض للإهمال التدريجي، بل وتتعرض للانهيار. وحركت وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية أقلاما وأصواتا تصوغ خطابات تتقدم وكأنها تملك الكفاية والمشروعية للحلول محل المثقف النقدي، وللحلول محل المؤرخ، ومحل السياسي المعارض، ومحل الأحزاب. وأمام هذا التالوج، انهيار الجامعة، الاحتواء السياسي، التباس الأضواء، يتقدم المثقف باختلاف وتفاوت مجاله وعطائه وكأنه فقد البوصلة، إذ نجد منهم من بقي متمسكا بأشكال مختلفة من اللغة الخشبية، ومنهم من التجأ إلى الصمت، إما احتجاجا على التلوث السائد أو الالتباس المستشري، أو توخيا للسلامة بالانكماش على الذات والانغماس في غربة مريحة، وإما الادعاء بأن التفكير لم يعد مجد، لأن الجمهور المفترض أن يتلقاه لا يرقى إلى مستوى إدراكه ومواكبته، ولأن قنوات جديدة ودعاة وخبراء جدد في الفكر والاستراتيجية أصبح لهم التأثير الأكبر. رابعا، القول بأنه ما يزال للمثقف دور مهمة كيفما كانت طبيعتها، وخصوصا في أزمنة الانتقال السياسي الملتبسة، أصبح قابلا للجدال وللرد، سيما في زمان يشهد سطوة ساحقة للخطابات العاطفية وللاقتصاد والتجارة والرأسمال المالي، لدرجة أن الفاعل السياسي، حتى الفاعل السياسي نفسه، لم يعد يملك هوامش التأثير في مسار هذه الدينامية الجديدة الجارفة. فكيف بالأحرى يمكن للمثقف الحامل لرأسماله الرمزي ولحقائقه المثالية أن يكون له تأثير في الواقع، أو يساهم مؤسسيا وعمليا في الحد من الانهيار أو الإصلاح أو المساهمة في الانتقال السياسي؟ خامسا وأخيرا، يعاني الوسط الثقافي كما المجتمع المغربي برمته على ما يبدو من غياب لآلية إنتاجية وتبادلية مبدعة تتمثل في مسألة الاعتراف. وبقدر ما يشتكي المثقف من عدم اعتراف الآخرين سلطة وهيئات ومؤسسات وجمهور، لا ينتج هو بدوره لا ينتج ما يلزم من إشارة الإقرار بوجود الآخر والقبول بقدرته على الاجتهاد والاقتراح والإنتاج. عالم من الأمزجة والحساسيات لا تتفرد به الجماعة الثقافية وحدها، عناصر وحالات باثولوجية لا تسعف الوسط الثقافي وحتى السياسي على إنتاج حركية فكرية ورمزية قادرة على المساهمة في تطويق الأمية المستشرية، كل أشكال الأمية، ولا في صياغة أخلاق للمناقشة والتواصل أساسها الإقرار بالتعدد والاعتراف باجتهادات الآخرين. تتكرس مثل هذه الحالات في وقت نعرف فيه بأن المثقف المغربي الحامل لقيم الحداثة ما يزال يشكل ظاهرة تفتقد إلى القاعدة الاجتماعية، خصوصا في مجالات الكتابة الأدبية والفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وبأن الكتابة والكتاب باعتباره الوسيلة الأساسية لتوصيل أفكار المثقف في حالة من التراجع، قياسا إلى اجتياح الصور والأجهزة الرقمية، ومن تدني مستوى المعيشة والأمية الواسعة، بل وتصاعد الانغلاق الفكري حتى في أوساط الفئات المتعلمة، وانهيار المنظومة التعليمية بمستوياتها المختلفة، وضعف انتشار الجريدة وعادات القراءة
وخصوصا في أوساط النساء. وهذا ليس تخصيص على أوساط النساء، لأن كل المجتمعات القارئة تؤكد بأن النساء في طليعة من يقرأ. ما نرصده في الواقع الثقافي المغربي اليوم من مظاهر الكآبة والبؤس والسلبية، سواء في علاقة المثقف بذاته وبقبيلته الثقافية النوعية، أو في ارتباطاته المتموجة بالسياسة والسلطة، لا يمنع الانتباه إلى الانفتاحات الكبرى التي أنجزها المثقف المغربي بشكل فردي وبدون دعم مؤسسي، وضمن حرب منظمة على ذكائه وخياله. ولكن المؤرخ النزيه للثقافة المغربية المعاصرة سيسجل بلا شك المجهودات الكبرى التي بذلها مثقفون من أجل أن يستحقوا موقعهم الرمزي والثقافي داخل وسط سياسي واجتماعي يعاند التفكير والاجتهاد. أسماء بارزة أثرت في أكثر من جيل، على الرغم من الشعور المأساوي بأن كل فئة تبدأ مشروعها من البداية، ونصوص رائدة ستبقى علامات فارقة في تاريخ الوعي المغربي بالذات وبالعالم. هذا ما تفرضه علينا قيم الاعتراف والدعوة إلى فهم صعوبات الفهم والوعي الثقافي في المغرب. طاقات من الذكاء لا حد لها تعرضت للتشريد والضياع بسبب التحالف بين الاستبداد السياسي والتخلف الاجتماعي والتأخر الثقافي. ومع ذلك نشهد عشرات من الشباب يصرون على أخذ الكلمة في ظروف ملتبسة وصعبة، وعدد كبير من النساء أصبحن يوقعن أعمالهن بدون تردد، فضلا عن أن التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في العقد الأخير توفر كل شروط الزمن الروائي والإبداعي. ويبدو أن الدولة في المغرب أخيرا اليوم ترفع شعارات الحداثة بدون العمل على استنبات مقوماتها في المؤسسات وفي العقليات وفي الوجدان، ولا سيما على الصعود التعليمية والثقافية والإعلامية، بل إنها تنشئ مؤسسات عصرية وتفرغها من مضامنها لأسباب عبثية واهية بل ومزاجية حتى. هذا فضلا عن أن هذا الهدر المؤسسي، طبعا كنتكلموا على الهدر المدرسي اللي كيضيع فيه 300,000 وزيادة إلى آخره، نحن نعاني من هدر أفظع منه، هو الهدر المؤسسي. هذا الهدر المؤسسي يتم في سياق تعمل فيه إرادات متعددة على تخريب السياسة، لو ديلابغمون دو لا بوليتيك، ومحو مفعولاتها، وترك المجالات لخطابة سحرية تردد مفردات أخلاقية لا تأثير لها في السلوك والعلاقات، وتعاند كل نزوع للإقبال على الحياة والبناء الاجتماعي. أخيرا، من أجل طبعا أفق آخر، لأنه لا أريد أن أطيل على الجميع، لا شك أن هذا كلام يمكن أن يبدو يعكس بعض مظاهر الواقع، كما أنه يمكن أن يظهر عليه نوع من أنواع يعني الصياغة المبالغ فيها، ولكن انطلاقا من هذا لابد من التفكير في أفق في كل الأحوال. من أجل ذلك لابد من فتح المجال بالرغم من كل الإعاقات وكل أشكال المقاومات للمبادرة الإبداعية ذات التوجه الاجتماعي، لأنه في هذا التوجه وبه تتفتح الملكات وتتفجر طاقات المتخيل، ويقصى الخوف من الحرية والدخول في كل مغامرة تنزع الإنسان من سلبيته وتحرره من تقليد مظاهر التدين السطحي وعادات التبرير القاتلة التي تجتم على الإرادات. ولن يتأتى ذلك في نظري دون إطلاق حركية ثقافية. هذا شعار رفع منذ أكثر من 50 سنة، ولكن لا مناص من أن نعيد التأكيد عليه، تساهم في بناء مجال عمومي يتخذ من الإنسان كوجود هوية متنوعة منطلقه وهدفه. شكرا لكم على إنصاتكم، والآن أعطي الكلمة بعد هذه الأسئلة وبعد هذه المعاينات التي لا شك أنها صيغت بطريقة فيها درجة من درجات الاستفزاز. أعطي الكلمة أيضا مرة أخرى للأخ محمد النجي، وهو غني عن التعريف، لا أريد أن أقدم السي محمد لأنه اسمه ومكانته وإنتاجه ومواقفه تقدمه بأكثر من شكل على الصعيد الوطني وأيضا على الصعيد ما يتجاوز الحدود الوطنية، وقد اختار أن يقدم لكم
مساهمته اليوم باللغة الفرنسية، فليتقدم مشكورا.